نعرف معك. على الصفحات التي قد قرأت جميعا، على الصفحات البياض جميعا، وفوق الحجر وفوق الدماء وفوق الورق وفوق الرماد. حي جميع الحاضرين لتلبيتهم الدعوة لحضور هذا الملتقى الأول الذي ينظمه المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل حول دور منطقة الوسط الشرقي في منظومة الأمن الشامل، وهذا بالطبيعة نحكي فيه إن شاء الله بالديتاي بعد. كما أشكر أيضا سي جميل حيدر ممثل منظمة هانز زايدل بالتعديل يقدمون في الدعم المادي لإنجاز مثل هذه التظاهرات، وهذا أيضا نقولوا احنا زاد نشكروه، لكن نتأسفوا أيضا لأن الجهات الوطنية المعنية عادة بدعم مثل هذا النشاط غائبة عن دعم هذه الأنشطة الجمعياتية رغم أهميتها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي، وهذا لاعتبارات العديد يعرفها، ولكننا عازمون على مواصلة هذا النشاط لاعتبارات وطنية، باعتبار أن المصلحة الوطنية هي ديدننا في هذا النشاط. ليست لنا أهداف سياسية، ليس وراءنا جهات رسمية أيضا لا وطنية ولا خارجية. نحن في تحالف واحد، في تحالف مع الوطن ومع مصلحة الوطن. شكرا لكم على تلبية هذه الدعوة، وشكرا مرة أخرى سي جميل حيدر ومنظمة هانز زايدل. هذا الملتقى هو الملتقى الأول على المستوى الإقليمي. نحن سبق لنا وأن نظمنا ملتقيات أو ندوات على المستوى الوطني في تونس العاصمة، ولكن ارتئينا أيضا أن ندخل إلى مختلف جهات البلاد. هذا النشاط هو الأول في إطار سلسلة من الأنشطة الأخرى تهم مختلف أقاليم البلاد، سواء الجنوب، الوسط الغربي، الشمال الغربي، الشمال الشرقي، الساحل إلى غير ذلك. بدأنا اليوم بهذا الملتقى، وسيكون لنا بمعدل مرة كل شهر في منطقة أخرى، إلى أن ننهي إن شاء الله مع شهر جوان كل هذه الملتقيات الإقليمية. كما تعلمون أهمية مسألة الأمن الشامل، وأهمية أن يكون أيضا للمواطن دور في هذا المفهوم في تكريس هذه السياسة في تونس. نحن في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل نعول كثيرا على الكفاءات التونسية الموجودة داخل مختلف مناطق الجمهورية، كفاءات من الرجال ومن النساء، ونعتقد جازما وأن تونس تسخر بالكفاءات في مختلف الاختصاصات، والقادرة على النهوض بواقع البلاد، والقادرة على أن تمسك بحاضر ومستقبل البلاد وتسترجع البلاد إلى أفضل الطرق وتحقق أفضل الإمكانيات وأفضل المستقبل سواء للحاضرين أو لأبناء الحاضرين والغائبين. ما نسعى إليه كما قلت هو مصلحة وطنية، المصلحة في أن نحقق استقرارا لهذا الوطن، في أن نحقق تنمية لهذا الوطن، وفي أن نحقق أيضا ديمقراطية لهذا الوطن. المصلحة في أن يكون لنا مستقبل، في أن يكون لنا ولأبنائنا مستقبل أفضل مما نعيشه، ولكن أيضا مستقبل نصنعه نحن بأيدينا، وهذا ما نسعى إليه من خلال هذه الملتقيات الجهوية، في أن يكون تشخيص واقع هذه الولايات وتشخيص المشاكل ووضع الحلول أو تصور الحلول القادرة على النهوض بهذا الواقع وبناء مستقبل أفضل يكون من منطلق الكفاءات الجهوية. وأنتم هذا اعتقادنا جازم بأنكم النواة الأولى لهذه الفكرة والنواة الأولى لهذا البرنامج الذي يراد تحقيقه من خلالكم وإليكم. بالنسبة كما تعلمون يعني حتى بالنسبة للتقسيم الجهوي في إطار التقسيم الجديد لولاية الجنوب، هناك أصبح نوع من التقسيم الفيدرالي، وأصبحت بالنسبة للجهات الدور الكبير في تحقيق
متطلبات التنمية داخلها، واعتقادي وأن وجودكم ووجود الكفاءات الأخرى في الجهات الأخرى سيكون لها دور من خلال هذا حتى التقسيم الترابي الجديد في أن تكون لكم الريادة والقيادة في بسط هذه المشاكل وفي التعامل مع متطلبات الجهة بمختلف مشاغلها. بطبيعة الحال نحن عندما نتكلم عن متطلبات الأمن الشامل فهي ليست متطلبات أمنية وعسكرية فقط، ولكنها اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، دينية، إلى غير ذلك من المجالات. واعتقادنا الراسخ وأنكم الأقدر على فهم هذه الإشكاليات والأقدر على تحليل الواقع، باعتباركم أنتم الذين تعيشون في هذه الجهات. لسنا نحن القادمون من العاصمة أو السلطة الموجودة في العاصمة، ولكن أبناء الجهات هم الأقدر على فهم هذا الواقع، تشخيصه وإيجاد كما قلت الحلول الملائمة له وفرض التصورات لتحقيق مستقبل أفضل. هذا الفرض بطبيعة الحال بين ظفرين بالوسائل السلمية، ونحن معكم في هذا الإطار لنكون معكم في تصوراتكم التي ستضعونها للنهوض بجهاتكم وجهاتنا أيضا. مسألة أيضا أريد التأكيد عليها، وأن هذا الاجتماع لا يكفي كما تحدثت سابقا مع سي رؤوف زاد بن يغلان وهو موجود وانضم إلينا البارحة، عبر عن رغبته أيضا في الانضمام، وطلبنا منه أيضا بإلحاح لينضم إلينا في مجال دراسات الأمن الثقافي. كما قلت الكفاءات موجودة سواء وطنية أو جهوية، والمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل منفتح على كل الكفاءات أينما كانت وأينما وجدت بمختلف اختصاصاتها رجالا ونساء. ونعتقد وأن نجاحنا هو من نجاحكم، ونجاحكم أيضا نجاح لنا، وسنتعاون مركز ومكاتب جهوية، وإن شاء الله تكون الفرصة حتى هذا الملتقى أيضا للإعلان عن تكوين مكاتب جهوية، وهذا نتفق فيه الهيئة اليوم إن شاء الله على هذا الموضوع، لتكوين مكاتب بالنسبة لصفاقس، للمهدية وللقيروان، لتكون نواة لهذا النشاط في تلك الجهات لاستقطاب أيضا الكفاءات والدفاع عن قضايا الجهة، بالتعاون أيضا مع المركز على المستوى الوطني أو المستوى المركزي. سنتعاون في هذا المجال. على كل لن أطيل أكثر في هذه الافتتاحية. شكرا لكم مرة أخرى. سعداء جميع أعضاء المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل بوجودنا إلى جانبكم اليوم. إن شاء الله بعد قليل تستمعون إلى سي رفيق الشلي ليعطيكم فكرة على المركز من ناحية أقسامه ومن ناحية مهامه. الشيخ فريد الباجي شيخنا جليل أيضا سيقدم تحية في 5 دقائق أمكن ويعطي فكرة على القسم الذي يشرف عليه. الدكتور مازن الشريف أيضا وهو من أبناء هذه الجهة، وتشوفوا الولايات وقدرتها على إعطاء كما قلنا الكفاءات لهذه البلاد. الأكيد وأن كل جهات الوطن فيها من الكفاءات ما تستحق أن تكون أيضا في ريادة العمل سواء الجمعياتي أو العمل الوطني. والأكيد وأن الكفاءات النسائية والرجالية الموجودة، وأنتم أعتقد وأنه من خيرة الكفاءات على المستوى الجهوي في صفاقس وفي المهدية والقيروان، اعتقادي وأن دوركم أيضا سيكون كبير في هذا الإطار، ونحن مطالبون بأن نتعاون معكم في تحقيق ما فيه خير لجهاتكم. السيد العميد بعد ذلك سيقدم مداخلة أيضا حول مفاهيم الأمن الشامل، وسيقدم أيضا مداخلة حول واقع الأمن الشامل. سنحاول أن نكون موجزين لنترك لكم المجال بعد ذلك في إطار ورشات عمل تقسم حسب المواضيع ذات الاهتمام، لنتدارس واقع الجهات في هذه المواضيع والتوصيات اللي يمكن وضعها حسب البرنامج الذي وضع للغرض. شكرا مرة أخرى، والكلمة سي جميل حيدر ممثل منظمة هانس زايدل ليتفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية.